خلي عينك على الباب. شو يا نايا؟ ما بدك تطلعي من هون؟ يا ريت. نحن رح نساعدك تطلعي من هون، بس بدنا اياكي تكوني متعاونة. جاهزة؟ أنا قلت كل شي بعرفه واللي ما بعرفه. ارحموني مشان الله، طلعوني من هون. رح نرحمك، تكرم عيونك. هو مو كل الناس مثل بعضها، نحن في عنا شوية رحمة، وأنا متابع وضعك خطوة بخطوة من وقت ما فتي. والله معتبرك مثل أختي، يلي بصير على أختي بصير عليكي. هلا رح ننزلك من الشبح، بس لا تجيبي سيرة لحدا. تعال ساعدني، تعال. على مالك، على مالك. تعال يا دي. اسمعيني منيح نايا، نحن شفنا أبوكي وقابلنا. شفتوا؟ شو قال لك؟ أبوك كان قلقان عليكم كتير، وعم يعد الدقايق والثواني ليشوفك أنت وعروة قدامه. مسكين باله مشغول عليكم كتير، وبصراحة طلب منا طلب وحابين نلبي له إياه. شو هو؟ هلا الطلب اللي طلبه أبوك نحن رح نعمله، بس إذا مخلوق إن كان هلا ولا بعد 100 سنة بيضرب الشيء اللي بده يصير، عرفي إنه بحياتك ما عم تطلعي من هون ولا حتشوفي الضوء. لا أعوذ بالله، ما حأحكي شيء. لكان اللي رح نقول لك عليه بتساويه بحذافيره. هذا التحقيق بده يتم مستمر، والتعذيب بده يتم مستمر لحتى تعترفي بكل شيء. كل شيء صاير ومو صاير. بتبصمي بعدين بتتحولي للقضاء، وهنيك أبوك وخطيبك علاء بيكونوا عم يستنونا. اسمعي يا نايا، هذا التعذيب والقتل والضرب ما رح يوقف لتعترفي بكل شيء، مفهوم؟ يعني أنت لحتى تخففي على حالك التعذيب اعترفي بأي شيء، احكي أي شيء، لا تعملي حالك ما بتعرفي. بصميله للمحقق على ورقة بيضاء إذا بده، مشان ترتاحي من التعذيب.